السلام عليكم. كل ما بنروح لدكتور، سواء دكتور قلب، دكتور أوعية دموية، دكتور كبد، دكتور تغذية، وطبعا على رأسهم دكاترة الأطفال، بيحذرونا من الأكل المقلي. هل فعلا الأكل المقلي خطر كده على صحتنا وكل أعضاء جسمنا، ولا الموضوع ممكن يكون له حلول؟ أنا فاطمة محمد، ماجستير سلامة الأغذية، وهنا في فود ستايل. هدفنا نتعلم ناكل بأمان. وعلشان نعرف أضرار الأكل المقلي لازم نعرف الأول إيه اللي بيحصل في أثناء القلي. اول حاجه طبعا بنجيب الماده الدهنيه بتاعتنا، سواء سمنه او زبده او زيت، والزيوت النباتيه دي هيكون لنا واقفه معاها. المهم يعني بنجيب الماده الدهنيه بتاعتنا ونحطها على النار لحد ما تسخن، او زي ما بنقول كده تقدح. وبعدين بنحط الاكل بتاعنا اللي عايزين نقليه. طيب لحد هنا تمام، مفيش مشكله. امال المشكله بتبدا منين؟ المشكلة بتبدأ من أول ما الزيت ده أو الزبدة دي بيوصلوا لنقطة الاحتراق، ودي بنعرفها لما بنلاقي الزيت أو الزبدة دخلوا. هنا بنبقى بدأنا في عملية الأكسدة، والأكسدة دي بينتج عنها مواد مؤكسدة وشوارد حرة أو فري راديكالز، مواد كيميائية. الحاجات دي العلم أثبت إن هي بداية نمو الخلايا السرطانية في جسم الإنسان. علشان كده رجاء يا جماعة، ياريت نلغي الزيوت النباتية دي خالص من حياتنا. طيب هل في حل؟ والله هو في حل مثالي جدا وصحي جدا، وهو ان احنا نبعد عن المقليات خالص. وعلى فكرة جسمنا مش هينقصه اي عناصر غذائية، بالعكس، الناس اللي جربت لقت تحسن كبير في صحتها ووزنها كمان قل. ولكن طبعا انا عارفة اللي انا بقوله بالنسبة لبعض الاسر هيكون خيال علمي، خصوصا يعني الاسر اللي فيها اطفال ومراهقين، وبالذات ان البدايل هتكون اسوأ بكتير. علشان كده ولاننا هنا في فود ستايل، هدفنا ان احنا نحقق اكبر قيمة غذائية من الاكل باقل اضرار ممكنة، كان لازم نوجد حلول نخلي بيها الاكل المقلي صحي اكتر واضراره اقل. طبعا وبناء على اللي احنا قلناه، فهمنا ان المادة الدهنية ونقطة الاحتراق بتاعتها عامل اساسي في ان هي تقلل اضرار الاكل المقلي. علشان كده كان لازم نقول المواد الدهنية ونرتبها على حسب الجودة. واول حاجه معانا اللي هي السمنه البلدي، السمنه اللي جايه من اللبن اللي من اصل حيواني. السمنه طبعا مصدر طاقه غني جدا، غنيه بالفيتامينز اللي بتدوب في الدهون زي فيتامين A ودي وإي وكي. كمان غنيه بالاحماض الدهنيه اللي تعتبر مضادات التهاب ومضادات اكسده. واهم حاجه في السمنه اللي تخليها الاختيار الاول في القلي، ان هي نقطه الاحتراق بتاعتها بتوصل ل 240. 240 دي حاجة ممتازة، يعني احنا ممكن نقلي ونخلص قلي قبل اصلا ما توصل لنقطة الاحتراق بتاعتها. علشان كده لازم نخليها في المقام الاول في ان احنا نقلي بيها، ولكن طبعا سعرها عالي. الحاجة التانية معانا وهي الزبدة. الزبدة طبعا مصدر طاقة غني جدا، غنية بالفيتامينز والأحماض الدهنية، كمان غنية بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنجنيز المهمين لتقوية العظام. كمان الزبدة غنية بجوامد الحليب، ولكن ده بيخليها نقطة الاحتراق بتاعتها تقل شوية، يعني حوالي 150، ودي ما تعتبرش عالية قوي. علشان كده لازم لما نستعمل الزبدة في القلي نضيف لها شوية زيت زيتون، وده الاختيار التالت معانا. ايوه، زيت الزيتون ممكن نقلي بيه عادي، مفيش اي مشكلة، ولكن زيت الزيتون الاكسترا فيرجن او البكر الممتاز، ده لان نقطة الاحتراق بتاعته بتوصل من 190 ل 210. كمان زيت الزيتون وزيت جوز الهند فيهم ميزة مهمة جدا، هو انهم تكريرهم بيتم على البارد، يعني ما بيتعرضوش لدرجات الحرارة ولا بيحصل لهم اكسدة ولا الحاجات اللي قلنا عليها. وعلى فكرة مش هيمرر خالص واحنا بنقلي بيه. انا كمان شفت شيفات بتعمل بيه حلويات. عايزة أقول كمان إن زيت الزيتون مذكور في القرآن وغني جدا ومهم ومفيد جدا للقلب والأوعية الدموية والشرايين، ولكن في الأول وفي الآخر هو زيت، يعني دهون غير مشبعة. علشان كده لازم كل ما نفتح الإزازة في كل مرة نتأكد إن ريحتها طبيعية، ما فيهاش أي ريحة زناخة ولا أي ريحة أكسدة، ولو فيهم أي ريحة مش طبيعية لازم نتخلص منهم. ده بالنسبة لزيت الزيتون. رقم 4 معانا وهو زيت جوز الهند. ناس كتير هتستغرب من كلامي، ولكن زيت جوز الهند نقطة الاحتراق بتاعته بتوصل ل 150. كمان زيت جوز الهند زي ما قلت بيتم تكريره على البارد. على فكرة زيت جوز الهند ليه قيمة غذائية مهمة جدا، هو انه بيحتوي على حمض دهني اسمه حمض اللوريك، والحمض ده مضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات كويس جدا، عشان كده ربنا أوجده في لبن الأم.
رقم 5 معانا وهو زيت الافوكادو. زيت الافوكادو طبعا نقطة الاحتراق بتاعته بتوصل ل 270. غير ان زيت الافوكادو مفهوش اي طعم او ريحة مميزين يأثروا على الاكل اللي احنا بنقليه. زيت الافوكادو كمان يستعمل كعلاج في الطب لالتهاب المفاصل، ولكن مشكلته طبعا ان سعره عالي جدا. رقم 6 معانا وهي الشحوم الحيوانية، ودي أقصد بيها الدهون اللي موجودة في جسم الحيوان زي لية الخروف وزي سنم الجمل. على فكرة مفيدة جدا، غنية بالأحماض الدهنية وكمان فيها حمض اللينوليك. الشحوم الحيوانية طبعا طعمها بيبقى حلو جدا في القلي، وأعتقد متوفرة في كل بيت. ده كان شرح بسيط لبعض المواد الدهنية اللي ممكن نستعملها ونقلي بيها وتخلي الأكل المقلي أضراره أقل وصحي أكتر. لكن في بعض العادات الخاطئة اللي احنا بنعملها واحنا بنقلي، ودي بتزود أضرار الأكل المقلي. لو عايزين تعرفوها تابعوني في الفيديو اللي جاي. لو عندكم أي سؤال يخص سلامة الأغذية اكتبولي وهرد عليكم. شكرا لحضراتكم.